هذا السائل يقول: يا شيخ سعد بارك الله فيكم، هل الموت يوم الجمعة من علامات حسن الخاتمة؟ وردت أحاديث في فضل من مات يوم الجمعة، منها ما يذكر فيه أن من مات يوم الجمعة فإنه يوقى عذاب القبر، وورد أنه يغفر له، لكن الروايات الواردة في هذا الباب ضعيفة الإسناد، فإن بعضها فيه انقطاع وفيه تدليس ممن يدلس تدليس التسوية، وهو من أشر أنواع التدليس، ومنها ما يكون مرسلا ممن مراسيله ضعيفة، ومنها ما فيه راو مجهول لا تعرف حقيقته، وبالتالي فإن هذه الأحاديث لا يصح أن يعول عليها، ولا تتقوى بعضها ببعضها الآخر. ومن ثم فإن الصواب أن يوم الجمعة يماثل غيره من الأيام فيما يتعلق بانتظار الأجر والثواب في من فات فيه. أثابكم الله. شيخ سعد بارك الله فيكم، هذا يقول: هل يلزم الإمام؟ إذن الأحاديث التي وردت في هذا الباب كلها ضعيفة، وبالتالي فإنه لا يصح أن يعول على ذلك ويثبت لمن مات في يوم الجمعة أي أجر أو أي ثواب، بل من مات في أي يوم وهو من أهل التوحيد وأهل العمل الصالح فإنه يرجى له الخير. وكما تقدم أن الأحاديث الواردة في تفضيل موتة يوم الجمعة أحاديث لا يصح أن يتقوى بعضها ببعضها الآخر.